محدش يقرب من قناة نادي الزمالك. أنا بقول أهو، اللي عايز يحاسبني يحاسبني أنا. ده كان كلام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد ما أعلن الإعلام المصري بأنه سيتم غلق قناة نادي الزمالك بحد أقصى بداية من شهر ونصف ل3 شهور بسبب ما بدر منه على قناة نادي الزمالك منذ أول أمس من ألفاظ نابية وألفاظ خارجة وخادشة للحياء على قناة الزمالك، والذي أثار بغضب وبشدة كل المتابعين الزملكاوية والأهلاوية أو أي مشجعين لأي نادي تاني بسبب ما بدر منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري، وحلقة اليوم رقم 11، وهتكون حلقة نارية. هتكون حلقة نارية مليئة بالأحداث الكثيرة والمثيرة عن أي حلقة سابقة بإذن الله. أذاع اليوم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بأنه على استعداد تام لتحمل أي خطأ بدر منه، وقال بالنص إن أي حد عايز يحاسبني يحاسبني أنا المسؤول، محدش يجي ناحية القناة. طيب، هو أنت كنت بتتكلم على قناة تانية أو على قناة نادي تاني؟ كنت بتتكلم على صفحة مثلا خاصة بيك، أو بتتكلم مثلا على قناة على اليوتيوب؟ أنت بتتكلم على قناة نادي الزمالك، ودي قناة مرئية على التلفزيون، وأكيد هينزل منها كل اللي أنت قلته على السوشيال ميديا. فإزاي مش عايز يكون في توجه من الإعلام بغلق القناة؟ ده يا راجل لما بيحصل أي تعليق مسيء على السوشيال ميديا بيتم غلق الصفحات، وبتضطر إنك تعمل قناة جديدة أو أكونت جديد على السوشيال ميديا. ما بالك بكلام أنت قلته مباشرة على الهواء أمام أعين الملايين، وكمان كان بيصرح ويقول أنا شافني 200 مليون واحد. طيب يعني إحنا هنا في مصر 120 مليون، 80 مليون واحد دول كانوا فين؟ يعني أنا مش فاهم، قاعدين فوق السطح مثلا، ولا كانوا باصين من تحت، ولا على الشمال، ولا أفهم بس يعني بالعقل كده ال 200 دول جم منين؟ زي ما بيقعدوا يقولوا لك إحنا في الخليج شعبيتنا أكتر من الأهلي، وأنا كواحد أهلاوي كنت حاضر في الإمارات في ماتشات الأهلي والزمالك. انا لحد دلوقتي الفيديوهات معايا وكل حاجه معايا، اقسم بالله ربع مدرجات الزمالك كان قاعد فيها جمهور النادي الاهلي. عشان ما نخرجش عن النص، ده الكلام اللي قاله مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. عندنا كمان تصريح لعبد الله السعيد لاعب نادي الاهرام او بيراميدز زي ما انت عايز تقول، اللي صرح مع صحيفه اثليتيك الانجليزيه وقال ان توقيعه لنادي الزمالك عام 2018 قتل مجلس إدارة النادي الأهلي، قتلهم معنويا. طب قتلهم معنويا إزاي؟ أنت لما جالك عرض من الزمالك بعد ما كنت في الأهلي مشيت، لأن أنت لاعب ما عندكش انتماء لأي نادي، ودي الحقيقة. مشيت عشان المادة، رحت اتصورت صورة مع أمير وأحمد مرتضى منصور ب40 مليون جنيه، وكانت دخل تركي الشيخ وقتها بإنك ترجع للنادي الأهلي. الكلام ده هو اللي حصل بالفعل. جه عبد الله السعيد بعد ما تركي الشيخ اداله قرشين زياده رجع للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان قال له ان احنا هنلبي كل طلباتك. بعد يوم ما رجع عبد الله السعيد للنادي الاهلي بعدها بيوم واحد تم تجميده من مجلس اداره النادي الاهلي، وده كان درس تأديبي ليه، ليكون علامه فارقه في تاريخ النادي الاهلي زيه زي غيره من اللاعيبه السابقين. انا كنت قلت برضه في الحلقه قبل اللي فاتت ان النادي الاهلي ما بيقفش على حد، وان ياما لعيبه اكبر منك مشيت وما فرقتش مع النادي الاهلي، بالعكس هم اللي كانوا هيموتوا ويرجعوا. وعندك تصاريح اللعيبه دي بعد ما مشيت من النادي تقدر تشوفها في اي وقت يا كابتن عبد الله، زي التوأم ابراهيم وحسام، زي ابراهيم سعيد، زي عصام الحضري، زي حسام عاشور، زي احمد فتحي، زي رمضان صبحي، وزي امثال كتير قوي. ان النادي الاهلي ما بيقفش على حد، وان النادي الاهلي بيقدر اللي يقدره ايا كان مين، واللي بيفكر يقف قدام النادي الاهلي حتى لو من ابناء النادي الاهلي. جمهور الاهلي ما بيسكتش، جمهور الاهلي بيكون هو اللاعب رقم واحد، ويكون حائط صد قوي لاي حد عايز يقلل من كيان وقيمه ومكانه ورموز النادي الاهلي. فمش انت اللي هتفرق معانا، انت كلاعب
محلي وليس دولي. ليك احترامك وليك تاريخك بانك احرزت 100 هدف في الدوري المصري. لكن تعالوا نتكلم. عبد الله السعيد موجود في النادي الاهلي من سنه 2010. تعالوا كده نشوف كان فارق مع النادي الاهلي في ايه. في بطوله 2012 و2013 في دوري ابطال افريقيا اللي فاز بيها النادي الاهلي. بطوله 2012 مين كان ابرز نجم في البطوله؟ حد يفتكر؟ كانوا اتنين. كان كابتن محمد ابو تريكه وكابتن عماد متعب. عبد الله السعيد ما كانش ليه اي تاثير. بطوله 2013 مين برضو اللي كان مؤثر فيها؟ كان كابتن محمد ابو تريكه وكابتن عماد متعب وكابتن محمد بركات وكابتن وليد سلمان وكابتن وائل جمعه. لان بطوله 2013 دول اكتر 5 لعيبه كانوا موجودين بصفه اساسيه في مباريات النادي الاهلي. انت كبيرك في البطولات الافريقيه دي اللي مالكش اي مساهمه فيها كنت بتقف حيطه لكابتن محمد ابو تريكه لما كان يجي يشوط فاول، تروح مع الفريق الخصم مع المدافعين وتقف جنبهم عامل كده. ده كان دورك. الكونفدراليه الافريقيه مين كان السبب بعد ربنا طبعا فيها بان البطوله تيجي؟ هل كان ليك اي بصمه فيها؟ ابدا. مين صاحب اللقطه الاخيره فيها؟ كابتن عماد متعب. اتغيرت الاجيال، جت بطوله دوري الابطال 2017 و2018. هل انت ليك كان دور مؤثر في بطوله 2017؟ كان ليك اي اهداف مؤثره؟ ما حصلش. كان ليك اي تاثير في بطوله دوري ابطال افريقيا 2018؟ دي كانت نسخه وليد سليمان الاستثنائيه. قول لي تاريخك كان فين في البطولتين اللي احنا خسرناهم او في اللي احنا اللي كسبناهم او حتى في بطوله الكونفدراليه؟ بل بالعكس، بعد انت ما مشيت لعبنا 3 نهائي قاري متتالي، كسبنا 2 منهم، خدنا مركز ثالث في كاس العالم للانديه مرتين ورا بعض، خدنا 2 سوبر افريقي. انت رحت نادي بيراميدز تاريخك صفر. لا عرفت تاخد دوري، لا عرفت تاخد كاس، ولا عرفت تاخد بطوله كونفدراليه. فانت لو هتتكلم يا حبيبي انك قتلت مجلس اداره، فانت قتلت مجلس اداره نادي الزمالك. ده انت لاهي في 40 مليون، وجيت بعدها بيوم رجعت النادي الاهلي متصور صوره كده معاهم ب 40 مليون جنيه. اذا القتل المعنوي اللي حصل كان لنادي الزمالك اللي لحد دلوقتي بيعانوا منه، وان كان في درس تاديبي من مجلس اداره النادي الاهلي زي ما قلت. هنروح كمان لتصريح لكريستيانو رونالدو الاسطوره العظيمه، احد افضل لاعبي العالم عبر التاريخ ان لم ابالغ، بانه صرح اليوم وقال انه ما بيحترمش تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد. كريستيانو رونالدو قال كده، قال ان انا ما بحترموش عشان هو ما بيحترمنيش. تخيل لاعب في مكانة كريستيانو قبل بداية السيزون ان ما كان فيه ولا نادي رافض ان هو يشارك معاه او ياخده، انه عرض نفسه على انديه ورفضت كتير، وانه قرر البقاء في مانشستر يونايتد لحين اشعار اخر بعد كاس العالم ان شاء الله، اللي اتمنى من كل قلبي ان كريستيانو يرد بقوه على كل منتقديه. انا واحد من عشاق كريستيانو رونالدو. اتمنى في كاس العالم للمنتخبات كريستيانو يقول انا حاضر انا موجود. مين اللي ما يقدرش يحترم كريستيانو رونالدو؟ مين اللي ما يقدرش، مين اللي يقدر ينكر موهبة كريستيانو رونالدو حتى وهو في سنه ده؟ الدوري الانجليزي الموسم اللي فات كريستيانو كان الهداف الثاني للدوري. انت متخيل؟ باقل عدد من المباريات كان مسجل 18 هدف بعد محمد صلاح وبعد سون الكوري الجنوبي. كريستيانو لعب مباريات اقل منهم، كان الفرق ما بينه وما بينهم هما الاثنين 5 اهداف فقط. ما بالك لو كان كريستيانو بيشارك بصورة اساسية. نيجي برضو آخر خبر وهو موجود معانا، إزالة لافتات النادي الأهلي من أمام بوابات نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي في الإسماعيلية. النادي الأهلي زي ما احنا عارفين بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، كان ليه شركات رعاة كتير جدا. اتحط النادي الأهلي بانر قدام نادي الزمالك. إزاي الأمر ده يحصل؟ دول قاصدين إنهم يضايقونا. برضو قدام النادي الإسماعيلي الكلام ده مش قدام النوادي بس، ده في أي مكان في مصر هتمشي هتلاقي البانرات محطوطة للنادي الأهلي لأن ده راعي رسمي للنادي. طبعا جمهور المانجا والبوابين بتوع البليلة ما عجبهمش الكلام ده، شالوا اللافتات. فدي بالنسبة لهم في حد ذاتها بطولة. والله العظيم ما ببالغ، الكلام ده صح. إنهم شالوا اللافتات بتاع النادي الأهلي من قدام نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي، دي بالنسبة لهم كده بطولة. أنا شلت لافتات النادي الأهلي، أنا كده خلاص أنا سوبر مان، أنا اللي مفيش مني.
كل اللي بيحصل ده حرقان من الشعار ده ومن النادي ده، بانهم يشيلوا لافتات الشركات الراعيه للنادي الاهلي. انتوا هسيب لكم انتوا تحكموا، تقولوا رايكم انتوا عليها ايه. هنتكلم كمان برضو النهارده بان هيطلع جمهور نادي الزمالك بعد ان يتم غلق قناه النادي ومحاسبه مرتضى منصور على ما قاله. هيطلعوا يقولوا لك دول عايزين يحجموا نادي الزمالك، احنا واخدين اخر 2 دوري اخر سنتين. يا عم انت واخده مجهودك، انت واخده من الحكام يا سيدي، ما علينا. ده اللي هيطلع يتقال والله. وبكره تقول له المصري قال الكلام ده، ان بيتم تحجيم نادي الزمالك وان الدوله واقفه ضده وبتساعد النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يرجع ياخد الدوري تاني. وانا وانتو والايام جايه ما بيننا افتكروا الكلام ده كويس. وبكده بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتكم ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك بالقناه عشان يوصلك كل جديد. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.